اهلا بيكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. النهارده بيكا 2.0 ولمده 70 ساعه عاملين كل حاجه موجوده على الويب سايت عندهم فري. تقدر تدخل تجربها دلوقتي وتلحق يعني من دلوقتي انك تجربها، لان هو الموضوع مش هيطول، هو من يوم 19 ليوم 22. فالحق جرب الادوات بتاعتهم الجديده. انا همشي معاك في الادوات واوريك شويه فيديوهات كسيمبل، بس الفيديو بتاعنا مش هيتوقف على كده، لان كمان في عندنا الابديت الجديد بتاع ال LTX V لوكال. فيعني هوك يو ثرو الاثنين، وعشان ما اطولش عليك يلا بينا نبدا. طب يا سيدي، طبعا بالنسبه لموقع بيكا اللي ما يعرفوش، بيكا بيجنريت نوعين، بس دلوقتي في 3 انواع كمان. انك انت تحط تكست عادي ويطلع لك منه فيديو، تمام، بناء على التكست اللي بيطلع. يا اما انت بتقوم جاي عامل بيكا افكت وتحط شويه افكتات. اكيد انت شفت حاجه من دول على الواتس قبل كده، او سوري على التيك توك او على اليوتيوب شورتس. ماشي، الافكتات دي بتحطها على الصور بتاعتك وايه بتتنفذ. طبعا حاجه كيوت، يعني مش عمليه ولكن حاجه كيوت. حلو. واخيرا عندك ايمج تو فيديو، وعندك حاجه اسمها انجريدينتس دي يا سيدي انت بتحط صورتين، تمام، بتحط الصورتين مع بعض، مثلا صوره ليك وصوره للسين اللي انت عايزه، ويبدا ان هو يطلع لك منه مشاهد مختلفه. زي ما انت شايف مثلا في مشهد زي ده، الراجل اللي بيطير بالطريقه ديت، ده هو المشهد بتاع الراجل ده، دي صوره ليه لوحدها زي ما انت شايف هنا، معمول بطريقه انجريدينتس، تمام، ومكتوب هنا بيرسون از فلاينج. تمام، انا هوريك كل الحاجه دي مع بعضينا، وهوريك الحاجات دي بتتعمل ازاي ان شاء الله. طيب بالنسبه لي انا معظم النتائج بتاعه بيكا شغاله كويس، حلوه، ما فيهاش اي مشاكل. دي برضو الاثنين اللي قاعدين مع بعض هوريك الحاجات دي كلها. المهم انا في النتائج اللي انا شغال عليها دلوقتي، في لسه نتيجتين شغالين منهم واحده انجريدينتس، فانا هوريك على التويتر الدنيا شغاله ازاي. بالنسبه للنتيجه الاولانيه، انت طبعا النتائج انت بتعملها بتجهز طبعا في الحاجات دي انا كنت عاملها زمان. تعالى بقى في الكلام في الحاجات اللي لسه معموله دلوقتي بالنسخه الفري بتاعتهم. النتيجه ظريفه، بس تحس ان هي بقت مخيفه في النص شويه. معرفش ليه، الدخان طلع شكله حلو بس تحس ان هو من كبابجي، يعني فجاه الدخان زاد زياده عن اللزوم، مش كوبايه قهوه يعني. تمام. بالنسبه للافكت هنا، هو الافكت يعني ده ظريف برضو، مش وحش، شغال تمام. بس انا اوريك دلوقتي ال LTX اصلا يعني تحفه، فحلو، مش بطال وفري. جربوا لغايه ال 70 ساعه دي، اقعد بقى اعمل قصص شورتات وبتاع، يعني استغلوا اسوأ استغلال. ودي بالنسبه للافكتات، الافكتات شغاله تمام، ما فيهاش اي مشاكل. دي الصور اللي انا جربتها وطلعت معايا، وفي الانجريدينتس شغالين. لو انا بعمل الفيديو وهم كانوا خلصوا هعرضهم، لو ما اتعملوش بقى يبقى خلاص تمام. هو الفيديو بياخد من حوالي 12 ل 14 دقيقه، في الرينج ده كده، بالذات لو يعني بخلاف ان هو لو كتب لك هاي ديماند يبقى هو بياخد وقت شويه، ممكن ياخد نص ساعه ولا حاجه. جميل. طيب تعالى اوريك بقى شويه نتائج. في ناس عاملين الحوار دوت بالانجريدينت، بتحط صورتين، صورتك وصوره حد تاني، ويبدا هو يعمل لك مشاهد منها. زي ما انت شايف واحد عامل 39 ثانيه مشهد سينيماتيك ليه، وهو في عالم الخيال. بس الحلو في الحوار كله انك انت ينفع تحط صورتك. دي اللي جديده بصراحه في بيكا وجميله، جيف ات تراي. يعني عايزكم تجربوها وتقول لي في الكومنتس فعلا حلوه ولا لا. تمام. وشايف النتائج بتاعته مش وحشه خالص، جميله. جرب انت عندك 70 ساعه، جرب فيهم. يعني الفيديو لما ينزل مثلا هيبقوا قال له كام ساعه، الفيديو بينزل الساعه 7، هيبقوا قال له 7 ساعات. فمعلش بقى متاخر عليكم، بس يعني يعتبر برضه انا جايب لكم حاجات حصريه اهو. طيب ده كده بالنسبه للجزء ده. بالنسبه بقى للجزء المهم، انا بالنسبه لي اصلا انا بيكا جميل وكل حاجه، لكن انا بالنسبه لي الجزء المهم الجزء اللوكال which is LTX فيديو. LTX فيديو بقى اللي ما يعرفوش، LTX دوت طريقه انك تجنريت فيديو من تكست الفيديو ومن ايمج لفيديو. بس انت بتجنريت الصور ديت من على جهازك انت، من على الجي بي يو بتاعك. الفيديو الواحد من دول اللي انت شايفهم قدامك دول، كل فيديو فيهم طلع في 12 ثانيه. تمام. الفيديو ممكن مدته توصل لحد 10 ثواني. يعني انا عايز اقول لك جوجل ذات نفسه بيتاخروا 8. فيعني وعايز اقول لك مش محتاج كارت شاشه ومش محتاج اي حاجه، النتائج بتاعته كيوت قوي. يعني انت لو انت بتستخدمها GIF ولا حاجه، يعني بص هنا بتاعت الكلب، انا شايفها بصراحه اللي هنا دي احسن من اللي موجوده في بيكا كمان. وبالذات البنت هنا برضو الحركه بتاعتها تحس انها اهدى واثبت، فاهم. وبرضو الحركه بتاعت العربيه هنا، الحركه بتاعت العسل دي، انا جربت احط الصوره ديت عشان تبقى قريبه من بتاعت جوجل، بس للاسف تحس ان الفيزيكس مش موجود، ودي حاجه اساسيه طبعا، ده مش جوجل.
لكن الحاجه مثلا زي القطه، زي الراجل اللي بيتكلم يا عيني من اللي حصل فيه، تمام، كريم عبد العزيز ومحمد رمضان، وبعد كده في نص المشهد ده 10 ثواني كامله، في نص المشهد اكتشفنا ان هو ده اصلا الراس طالعه من يعني هم دول ممثل واحد لازقين في بعض. فبالنسبه للحوار ده تعال اقول لك بقى ايه ازاي نبدا نشتغل بيه، وازاي لو انت ما عندكش الفيرجن القديم ازاي تستخدمه مره كمان. اول حاجه يا سيدي انت بتدخل عندك هنا في الصفحه اللي هكون سايبها لك في الديسكربشن، هبقى سايب لك الصفحه بتاعت بيكا 2.0 وسايب لك الصفحه بتاعت ال تي اكس. بالنسبه لل تي اكس فيديو انت بتبص هنا هتلاقي الابديت، لما تدخل على اللينك هتلاقي داونلود فروم هير، طبعا هيقوم جاي محولك على طول ويبدا يعمل داونلود. انا هكنسل الموديل مساحته 5 جيجا، عشان كده انا بقول لك هو سريع جدا في انه يجنريت صور 5 جيجا ويبدا يجنريت صور بالشكل ده، دي حاجه تحفه. تمام، وهتلاقي عندك الورك فلو هنا برضو، تقدر تخش هنا على كلمه ورك فلو هتلاقيها بالليكواد كده، هتعمل لها داونلود من هنا. بعد كده بعد ما تعمل لها داونلود هتقوم انت جاي واخد ال تي اكس فيديو من هنا وتقوم جاي ايه حاطه جوه كونفي يو اي، هيفتح لك الورك فلو وتبدا تشتغل بيه. جميل. طيب بالنسبه للورك فلو هنا هو بيستخدم فلورنس عشان يبدا يجنريت تكست بناء ذا فيديو شو تو مين ويرين كاوبوي هات سنو. انا ما كتبتش اي حاجه، كل اللي انا كتبته واحده من الثلاثه دول، لا اما سي جي اي، لا اما سينيماتيك، لا اما حاجه من الريل لايف حاجه حقيقيه، لا اما حاجه من مسلسل او فيلم او حاجه 3 دي. جميل. طيب يبقى انا كده بقوم جاي ضايف واحده من الثلاثه دول لللاين ده حسب انا النتيجه اللي انا عايزها، وانا كاتب هنا كاميرا زومينج اوت علشان يعني ايه لو هيضيفها مش هيضيفها مفيش مشكله. بعد كده بتحط الصوره بتاعتك هنا وبتظبط الريزولوشن، هقول لك الريزولوشن بتظبطه بناء على ايه، تختار الموديل بتاعك اللي انت لسه محمله، وبتستخدم اي واحد من بتوع فلوكس، لا اف بي 8 لا اف بي 16 كلهم شغال تمام. جميل. اول طبعا ما تحط الورك فلو دي تكون في اي بتبقى كلها لونها احمر، تدخل على مانجر هنا وانستول ميسنج كاستوم نود. لو انت كون في كله مش عارفه انا حاطط عندك اللينك في الديسكربشن للبلاي ليست بتاعه شرح كون في اي من الالف للياء، في كل شرح كون في اي انا عامله في 4 فيديوهات مفيدين جدا، يعني يبقى بص عليهم بص. جميل. طب يبقى انت كده بعد ما خلصت وحطيت الحاجه في اماكنها تعالى بقى نيجي للاجزاء دي. اول حاجه الجزء دوت بيتحكم في الموشن بتاع او السرعه بتاعت الفيديو نفسها كموشن. ف 19 انا بشوف ان 19 ده الصوره ما بتتحركش خالص، 14 ده الوسط، 11 الصوره تحس ان هي مجنونه، يعني تحس ان الصوره بقت فيها زي ديستورشن وكده. انا جربت 14 كان كويس جدا بالنسبه مثلا للامثله ديت. الفيديو ده 14، الفيديو ده 11 سوري الفيديو ده 19، الفيديو ده 19، الفيديو ده 14 14 14. انا عايز اوريك ده 11. بص 11 تلاقيه دايما تحس ان هو مجنون، تحس ان في افكتات كتير، في حركه كتير. جميل. فانت كده عرفت الفرق ما بين الثلاث ارقام دول من ناحيه سرعه الموشن. انا الفيديو ده عجبني جدا باي ذا واي لما طلع، يعني نتيجته حلوه بالذات ان الكاميرا الزوم هي كانت الصوره اصلا فيها زي دايره كده وهو دخل من الدايره يطلع لبره، فدي تحفه في حد ذاتها. فالموضوع سهل وبسيط جدا. انت بعد ما بتخلص دي تعال نجرب مع بعضينا صوره. تعال نجرب صوره مخيفه زي الصوره بتاعت القطه دي ونشوف ايه اللي هيحصل، بما ان فيها وشوش كتير وصور كتير فده يبقى تشالنج للموديل. تمام. وتعالى احنا مش عايزين بقى كاميرا زوم اوت، او ممكن تخليها زي ما هي كده ما فيهاش اي مشاكل. تمام. وتعالى ندوس كيو ونشوف الوقت. انا معاك دلوقتي اهو، البروسيس كلها هو مش هياخد وقت في اي حاجه خالص، كل اللي ممكن ياخده شويه فلورنس مثلا عشان يكتب ان دي فيديو وان ده امان سيتنج. بص هنا بقى كلمه مان ديت احنا مثلا المفروض نصلحها بعد كده لان دي مش مان، ده مش مان ده كات. فانت في حاجات صغيره كده انت بتحاول ايه تظبطها قبل ما اسمه ايه ده ما التكست يطلع يعني. جميل. بعد كده بص الوقت بقى اللي بيتعمل فيه، عايز اقول لك احنا شغالين 209 فريم يعني 8 ثواني. حلو. الوقت اللي هو شغال فيه كده ممكن يشتغل برضه على الكارت بتاعك، لو انت عندك كارت 6 او 8 تمام برضه هيشتغل مش نفس السرعه ديت، بس هيبقى شغال سريع برضه. يعني مثلا لو احنا هنا هنفترض ان هو خد معانا كام 13 14 ثانيه، عندك انت ممكن ياخد مثلا 16 17 18 20. لو انت عندك 6 جيجا ممكن ياخد دقيقه بالكتير، دقيقه. لو انا وريتك المثالين التانيين اصلا كل واحد فيهم الفيديو الواحد بيطلع والجوده بتاعته مش قد كده تمام، ممكن ياخد اكتر من 15 ل 18 دقيقه، وفي فيديوهات بتاخد ساعه والله. جميل. فيعني ان حاجه زي ديت 55 ثانيه بعد الحسبه دي كلها
وهنشوف النتيجه دلوقتي هتطلع عامله ازاي. لا طبعا في فرق وفي كويس، يعني النتيجه نفسها طالعه كويسه انك انت تستخدمها في الدي تو دي. يعني انا ناوي ان شاء الله قريب جدا ابدا اشتغل على مجموعه قصص وحاجات كده نعملها. تمام، فلو انت عندك افكار ولا حاجه برضو سيب لي في الكومنت، ساعدني يا اخي ساعدني. وهبدا ان اختار فكره وابدا اعمل منها فيديوهات. نعمل شانل جديده ونعمل الشانل دي فيها قصص رعب مثلا، قصص دراميه، قصص مغامرات، بما ان معانا اداه زي دي فري ومعانا بيكا شغال معانا شويه، فنبدا نطلع منهم اي حاجه جديده. تمام، ونبدا نشتغل بيها. بس هو هنا الجزء بتاع الفي اي بياخد وقت شويه طالما انا فاتح كذا حاجه، وزي ما انت شايف المنظر هنا انا فاتح بتاع حوالي 14 او فاتح شويه فيديوهات كتير يعني. فتعالى نستنى شويه وايه ونشوف بعد ما يخلص الفي اي ديت ايه اللي هيحصل. وها نحن زي اخر خطوه فيديو كومباين، وبيبدا يكومباين زي ما انت شايف كده، ففي اللايت ريفليكشن. بعد كده الصوره طلعت بره والصوره طلعت لبرواز. تحفه. يعني بالنسبه لوقت قليل اللي طلع دوت، واحنا ما ادينالوش اي حاجه بتدل ان الصوره ايه، واصلا كان شايفه مان. فا اوفر اول النتيجه طالعه كويسه، بس احنا كنا مديله ايه، كاميرا زومينج اوت. لو انت كتبت مثلا قطط بتبص لبعض، او لو انت كتبت اللي انت عايزه، النتيجه مش وحشه خالص. تمام، وحسب برضو نتيجه الصوره ونتيجه البرامت، هو دايما متاثر اكتر بالبرامت اللي انت بتكتبه ده. فدي لو انت عملتها انترو لحاجه هتبقى تحفه. انا مش عايز اطول عليك في الفيديو ونرغي كتير، الموضوع بسيط وما فيهوش اي حاجه. يبقى انت كده عرفت حوار بيكا والحوار بتاع ال تي اكس. تمام، جرب الاثنين وقول لي رايك. عندنا طبعا بالنسبه لباتريون بشكر اسامه الخيلي، او اسامه، بشكر اسامه وبشكر خالد وبشكر اسلام على الدعم بتاعهم. طبعا بشكر كل اعضاء باتريون، الناس اللي كملت والناس اللي كنسلت، يعني بجد تسلموا على دعمكم المستمر دوت. تمام، وطبعا زي ما انت عارف دي الصفحه بتاعت باتريون، عليها لو في اي ورك فلو جديده فيها اي فيها الكورسات، فيها الماتيريال اللي انا استخدمتها في الكورسات عندي، تقدر تدخل ولو عايز تدعمني وهيبقى الدنيا تمام. حاليا واحنا بنصور، يعني وانا بصور الفيديو دوت، يعتبر فاضل علينا 1100 سبسكرايب. فساعدوني يعني ساعدوني ان انا اقدر اوصل لل 10000 الفتره ديت. تمام، عشان ندخل السنه الجديده ب 10000، ويبقى ان شاء الله هدفنا ان احنا في السنه ال 2026 او السنه دي ان احنا نوصل ل 100000 مع بعضينا، ونبقى بقى كوميونتي ضخم كده من الكوميونيتات القويه بتاعت الاي اي دي. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب، اللينكات كلها تبقى موجوده في الديسكريبشن. اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ودمتم سالمين.